بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وتعزيته من الآن وإلى الأبد آمين. في يوم مفرح وبهيج وفي عيد سيدي كبير تزف روح الابن والأخ الغالي الأخ عبد الله قلبي إلى فردوس النعيم. هذا اليوم يا أحبائي كما تعلمون جميعا الذي هو عيد الغطاس المجيد، وفي تسمية لاهوتية عميقة يسموه الآباء عيد الظهور الإلهي. النهارده عيد الظهور الإلهي. كلمة الظهور الإلهي لأول وهلة قد تكون أمرا يخص الإله، ومن هنا جاءت التسمية عيد الظهور الإلهي. لكن يا أحبائي الظهور الإلهي كان للإنسان ومن أجل الإنسان ومن خلال الإنسان. وربما أشرح هذا بتعبير آخر. عيد الظهور الإلهي هو عيد ظهور متبادل بين الله والإنسان. الله يظهر لنا وتكتمل متعتنا عندما نظهر نحن أمامه. الكلام يحتاج إلى شرح، وهذه هي رسالة الكنيسة لكم في هذا اليوم. أما عن ظهور الله لنا من خلال هذا العيد وهذا الحدث، فربما في جميع الكنائس التي صليتم فيها بالأمس شرح لكم الآباء في كافة الكنائس ما معنى ظهور الله للإنسان بالمعمودية وبانفتاح السماء وظهور الروح القدس حالا مثل حمامة، وصوت الآب ينادي هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. سمعتم كثيرا عن معنى ظهور الله للإنسان. اسمحوا لي أن تكون كلمة التعزية هي من خلال ظهور الإنسان أمام الله. أنا عني أتجاسر وأقول إنها متعة متبادلة. عندما تظهر لي الرب يا رب، وقد ظهرت لي بالفعل وولدتني معك بمعمودية جديدة مقدسة أسستها على نهر الأردن، هكذا كان سرور الآب، بل سرور الثالوث القدوس أن يخلص الإنسان وأن يدشن الإنسان وأن يعيد صياغة الجبلة البشرية من جديد على نهر الأردن. هذا هو سرور الآب. حتى في ترتيبة بتقول الابن يعتمد في الماء والآب به مسرور. لكن ايه اللي تقصده يا ابونا بكلمة ظهور الإنسان أمام الله؟ هذه هي متعة الحياة التي إذا فقدناها الله لا يسمح نفقد الهوية المسيحية ونفقد معنى اتحاد الإنسان بالله ومتعة الإنسان بالله. الإنسان يظهر أمامك رب وأمام البشرية مثله المحيطة به، يظهر بالخدمة وبالحب
وبالبذل وبالعطاء، ينفق وينفق ويصير كالشمعة التي تظهر أمام الناس في شكل بسيط جدا، عود من الشمع البسيط وفي مقدمته فتلة مضيئة، ولكن في هذا المنظر ظهور الإنسان أمام الله وأمام الناس. الإنسان المسيحي الحقيقي ليس مدعو أن يلبس طاقية الإخفاء، لأنه إذا كان مسيحيا حقيقيا وروحيا سليما لا يملك أن يختفي، وإن اختفى اتضاعا تظهره العناية الإلهية فيأخذه من تحت المكيال ويضع على المنارة ليضيء لكل من في البيت. فظهور الإنسان أمام الرب دي ضرورة، إذا الضرورة موضوع عليا، ضرورة وتعبير طبيعي عن كنية الإنسان. ربنا خلقك يا حبيبي علشان تضيء وتنير وتشرق وتبارك من حولك وتملأ الكون المحيط بك سرورا وفرحا ونعيما. وهنا بقى تيجي العبارة الجميلة التي وصف بها عيد الظهور الإلهي في كلمة مختصرة جدا تكاد تكون كلمتين اتنين: فإن الحياة أظهرت. يكررها القديس يوحنا الحبيب في رسالته أكثر من مرة: فإن الحياة أظهرت. يعني كانت الحياة بالله من قبل المعمودية كانت موجودة وكائنة، الله حي وكائن بذاته منذ الأزل. إيه اللي بيخليك يا يوحنا الحبيب تيجي تقول فإن الحياة أظهرت؟ وقلت لحضراتكم بيكررها أكتر من مرة: الحياة أظهرت. برضو أرجع وأكرر ما قلت في البداية: إن الحياة أظهرت بالرب من خلال الأردن وبواسطة الإنسان النبي يوحنا المعمدان. على المستوى العملي يا أحبائي، من فضلكم فكروا مليا في هذه الأيديولوجية الهامة، كيف يستخدمك الرب لكي يظهر بواسطتك الحياة. فإن الحياة أظهرت، كلمة جميلة بتشدني ولذلك ملاحظين عليها لا أملك إلا أن أكررها مرارا: فإن الحياة أظهرت. أخونا وابننا العزيز الأخ عبد الله جورجي كان إنسانا حيا نشيطا متحركا. أتذكر أنه قبل دخوله في الفترة الأخيرة إلى المستشفى لاكتمال علاجه كنت قد أخذت بركة زيارته بالمنزل بصحبة قدس أبونا هدرة، وكان في وعي ونشاط وذهن حاضر. وأخبرنا أنه كان آتيا لوقته من سفرية في الصعيد. فقلت له: وإيه اللي مسفرك الصعيد في آخر الدنيا يا عبد الله؟ فأخبرنا أنه كان بصدد خدمة معينة لأسرة معينة في صعيد مصر من أجل المصالحة. قلت له: ربنا يقويك وربنا يفرح قلبك ويعطيك استجابة لجهدك وخدمتك التي بذلتها في هذا المضمار.
بل وأعود إلى ما قبل ذلك بسنوات عديدة طبعا، وأنا واحد من الكهنة المعاصرين لخدمته عندما كان يقوم بنشاط واضح في إحدى مراحل خدمة التربية الكنسية بهذه الكنيسة من سنين عديدة، ومن أيام حبرية المتنيح مثلث الرحمات الأنبيبنس. كان يخدم في هذه الكنيسة خدمات كثيرة، وكان يحب التقابل والتلاقي مع الناس، حتى أنه كان أيضا يحب أن يأخذ الكثيرين في رحلات إلى الأديرة وديارات آبائنا القديسين والشهداء في البراري من أجل إظهار علاقتنا بالله وبالقديسين والاستمتاع بها. مرة تانية عودة إلى فإن الحياة أظهرت. كل إنسان فيكم يخدم الآخرين خدمة روحية خالصة بهدف أن يقودوا إلى معرفة الله. أنت يا عزيزي تظهر الحياة، لأن هي نعم ربنا موجودة وكائنة. أمال المشكلة فين؟ المشكلة إن الناس مش قادرين يكتشفوا الحياة التي في المسيح. عشان كده بولس الرسول قالها برضو: ليه الحياة هي المسيح. بس احنا بنحييك يا بولس الرسول، لأن إذا كانت حياتك هي بالمسيح وللمسيح فقد أظهرتها. لدرجة في مرة يقول: احنا الإنجيل بتاعنا مش مكتوم. فقالها ازاي؟ قال: إن كان إنجيلنا مكتوما فهو ما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم أعمى إلى هذا الدهر عيونهم عن معرفة الحق. لكن أنت يا بولس كنت واحد من الجبابرة اللي لما استمتعت بالحياة وأظهرت لك الحياة أظهرتها للبشرية كلها. رسالة المؤمن المسيحي رسالة جميلة: حب، انجذاب متبادل، كسب للنفوس، تقديم أفخر ما عندنا تقدمة ونذرا وبخورا معطرا للرب. فماذا تقصد يا ابونا في العبارة الأخيرة؟ لعلكم فهمتم أني أتكلم عن تقدمته التي قدمها لله في شخص ابنه الشهيد العطر المعطر بولا عطر. نفتخر في كنيستنا هذه كنيسة ماري جرجس وشهداء طنطا الأبرار بهذه الصحبة الجميلة من أبناء الكنيسة الشهداء الأبرار، والذي كان أنا مش عارف أقول من وسطهم ومن بينهم ومن ضمنهم أو في مقدمتهم. لا، أنا مش هقول الترتيب ده، لكن أقول على الأقل كان من الليالي الجميلة التي زينت تاج شهداء أحد الشعبين الابن مبارك بولا عبد الله. أتذكر كيف كان أخونا عبد الله وأختنا سمير وباقي أفراد الأسرة وباقي الكنيسة كانوا محيطين بسبيل الألم والوجيعة التي عاش فيها الشهيد 30 لمدة 50. الشهيد 30 في ترتيبه بولا عبد الله على مدى 50 يوم. لعل كان ربنا كان يكشف لروحك الصامتة وأنت على سرير
الذي أنت مزمع أن تستمتع به وتدخل إليه عندما يسمح الرب بأن يأخذ روحك في يوم 50، أي في يوم 50 من يوم حادث الاستشهاد 9 أبريل. دي تقدمة غالية أنت قدمتها يا عبد الله، وقطعا بكل تأكيد يشترك معك كل المحيطين بهذه الشخصية بولا عبد الله، سواء من جهة الوالدين أو من جهة الزوجة بنتنا سلفانا أو من جهة الكنيسة بأجمعها. فيا أحبائي مرة تانية الحياة أظهرت. في صباح هذا اليوم وقفت إلى جوار سرير الأخ عبد الله برجي بمستشفى الأمريكان بصحبة الزميل أنسابونا مرتيروس، وأيقنت أن ساعة الزفاف على وشك، وقد كان بعد دقائق من انصرافي من المستشفى، ونظرت إليه لم يكن قادرا أن يظهر شيئا من التجاوب أو من الحركة أو من الحيوية. فهل اختفى عن ذهني في تلك اللحظة عبارة الحياة أظهرت؟ الحياة تظهر من خلال المؤمن بروحه المهيئة للانطلاق، والتي لا ندري نحن البشر مقدار تحركها داخل الجسد الموجوع. احنا ما نقدرش نفهم الحته دي، ولا الدكاتره اللي حواليه في العنايه المركزه يقدروا يفهموها، لكن عمل الله في الانسان كانه بيقول له خلاص الحياه اظهرت في حياتك لما كنت بالجسد وخادم ونشيط واب وزوج فاضل ومتحرك هنا وهناك، بس تعالى بقى يا عبد الله علشان تبقى الحياة أظهرت من خلالك بالانطلاق. كأني أحبائي بالروح عندما تنطلق المرحلة الأولى تستقر في فردوس النعيم كمكان انتظار للأرواح البرة، ومن فردوس النعيم تنتقل الأرواح البرة إلى الملكوت السماوي في ساعة المجيء الثاني للرب يسوع. كأن الروح وهي بتنطلق وتدخل للمجد وتقول ايه ده؟ ايه الجو الجميل ده اللي انا بشوفه؟ الحياة أظهرت. هو مفيش دموع في السماء، مفيش بكاء، مفيش نحيب، مفيش ألم، مفيش وجيعة في جسمي، مفيش إغماء في عقلي. لا مفيش يا عبد الله. قال الله تبقى الحياة أظهرت. أمال اللي كان ظاهر قدامك على الأرض يقول دي بصورة كده يعني جزئية، يقولوا بالإنجليزي partial، حاجة جزئية، لكن الكومبليت بقى في الحياة أظهرت فوق. أحبائي أن عبارة الحياة أظهرت ولا زلت شديد التمسك بتكرارها. الجزء المنظور القليل منها هنا، لكن الجزء الأخروي هو الأكثر طولا واتساعا. يعني أقول لأي واحد من حبايبنا الأعزاء شعب الكنيسة، أقول له أنت شفت إيه في الحياة التي أظهرت؟ تقول لا هنا ده أنتم متعتونا وغرقتونا كلام في العظة والقداس امبارح، واديك أنت عمال قدسك تشرح برضه الحياة أظهرت. أقول لك لا، كل اللي بنكشفه لك ده قطرة من بحر. مين بقى شاطر ويتشوق للحياة التي تظهر بكاملها؟ تقول لي فين ده يا ابونا وامتى؟ قول لي عليها عشان امسك فيها. اقول لك الابديه. ما انا بقالي عده سنوات كده ربنا موجهني في الوعظ في الكنيسه على الابديه 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 ملكوت السماوات، فان الحياه اظهرت. يا ربي
يمكن بضعفي على الأرض يعني ما اكتشفتش حلاوة الحياة التي أظهرت. فينادي ربنا في الوقت اللي هو يحدده طبعا لكل منا بعد عمر طويل للحاضرين والسامعين، يقول انت ما استوعبتش قوي الحياه التي اظهرت من يوم معموديتي على نهر الاردن لغايه حياتك انت. اقول لي لسه يا رب ما انا بشر ضعيف. يقول لي طب تعالى عندي بقى. وهنا يصدر الامر السماوي بخروج الروح من الجسد لكي تتحقق آية يوحنا الحبيب فإن الحياة أظهرت. انتوا شفتوا ايه على الأرض أحبائي في حياتكم الجسدية من إحسانات الله، من عمل الله؟ شفتوا ايه؟ تقول لي لا يا احنا نشكره احنا نفضله شفنا كتير. أقول لك مش بنكر عليك إنك أنت شفت واتمتعت، بس أنا بحمسك لما هو أعظم، ما خفي كان أعظم. إحنا نكلمك يا أخ عبد الله من أجل نشاطك وخدمتك ومحبتك، وكان عنده نوع من الغيرة والحماس في مواقف كثيرة، وكان عنده حيوية لطيفة، وربما في الآونة الأخيرة فقط المرض الجسدي هو الذي أعاقه عن تكملة المسيرة، ولكن ما كملتهاش على الأرض يا عبد الله. اطلع فوق، كملها فوق بغير عائق ولا مانع. أحبائي، باسم جميع آبائي الكهنة الموقرين الحاضرين معنا، سواء كانت كاتدرائية ماري جرجس أو إخوتنا الأعزاء كهنة الإبرشية الحاضرين معنا من كنائس كثيرة، هو باسم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطرنا المحبوب الذي بدأ رحلة سفره إلى الخارج بدءا من اليوم. باسم الآباء الأفاضل نقدم خالص التعزية، بل ونشترك مع الأسرة في تقبل العزاء. والأسرة تتقدم بالشكر لنيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطرنا المحبوب، الآباء الأفاضل كانت الإبرشية وكانت كاتدرائية ماري جرجس وشهداء طنطا الأبرار، الإخوة الشمامسة، الخدام والخادمات، وأسرة الكشافة بنين وبنات. ولا ننسى كيف ارتبطت خدمة الكشافة لسنين عديدة بابنك بولا يا عبد الله، وكانت علامة فارقة في خدمة هذه الكاتدرائية. الشكر للسادة الحضور من الزملاء العاملين ببنك التنمية والائتمان، والسادة الأفاضل العاملين بالتربية والتعليم، والعاملين بشركة بترو تريد شركة الغاز بطنطا. كذلك تشكر الأسرة كل شباب الكنيسة الذين تبرعوا بالدم عندما كانت الضرورة محتاجة إلى هذا. احنا بنتبرع بدمائنا لكي نحيي جسد عبد الله، والرب فوقنا ومن قبلنا جميعا سكب دمه ليصنع له فداء وخلاصا عظيما هذا مقداره. تشكر الأسرة جميع الحاضرين مسلمين ومسيحيين. تتقبل الأسرة العزاء ليلا مساء هذا اليوم ابتداء من الساعة 6:30 مساء بقاعة المتنيح الأنبا يؤنس. يوجد أتوبيس بالخارج لنقل الراغبين في نقل الجثمان إلى المدافن بكنيسة أبو سفين بطنطا. صلاة الثالث تقام إن شاء الله عقب قداس يوم الاثنين بعد بكرة، اللي هو يبقى ثالث أيام عيد الغطاس. عيد الغطاس في الكنيسة معين بيه 3 أيام متتالية بنفس النغم الفرايحي اللي احنا صلينا بيه دلوقتي.
في يوم الاثنين القداس من 7 ل9:30 صباحا، وبعدين تقام صلاة الثالث، والأسرة تكرر شكرها للجميع. وداعا بالجسد فقط للأخ عبد الله برجي، ونياحا لروحك الطيبة، ولترافقك نعمة الله في رحلة الظهور المتكامل الذي ستستمتع به في الأبدية السعيدة. لربنا المجد الدائم. ولعله سيستمع إلى كلمة التعزية بالبث المباشر. ابدوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم. باي باي. يلا دي معلش انتشر. ولا تعود ماشي.